السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ السماعه دي كانت من اكتر السماعات المحيره بالنسبه لي، واللي قعدت فتره طويله جدا اجربها، لدرجه ان خليت ناس تانية تجربها علشان اتاكد من شويه حاجات معينه. السماعه انا مش عارف اذا كانت حلوه ولا وحشه الصراحه بالنسبه لسعرها، فقررت اني اخليك انت اللي تحكم وتقول. انزل اعمل لايك للحلقه وسبسكرايب للشانل عشان ما يفوتكش كل الريفيوهات الجامده اللي هتنزل الفتره الجايه. ويلا نشوف الاورايمو سبيس بادز مع بعض. عادة انا مش بهتم بموضوع الانبوكسنج ده او ان انا افرج بوكس السماعة للناس، لان اولا بعتبره مضيعة للوقت، وثانيا بشوفه شيء مش مفيد قوي للناس انها تتفرج على بوكس السماعة. اللي كنت بهتم قوي ان اقوله هي محتويات العلبة او الحاجات اللي هتجيلك في علبة السماعة. ولكن الصراحة علب اورايمو في مختلف فئاتها بتقدم تجربة انبوكسنج بريميوم قوي، بتخلي الشخص اللي اشترى المنتج بتاعهم مبسوط قوي وحاسس انه دفع فلوس في منتج قيم. اورايمو بتقدم تجربة خاصة بيها حلوة جدا، وبتعمل ترابط بشكل صايع ما بين المستهلك اللي هو حضرتك وما بين الشركه نفسها. البوكس بيجي بالكابل الطويل قوي 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 ده، وكمان مقاسين تيب غير المقاس اللي بيجي اصلا في السماعه. نبدا بالتصميم والخامات، واول نقطه من نقط القوه في السماعه دي تصميم مختلف تماما عن اي حاجه انت ممكن تكون قابلتها قبل كده، والمستوحى من خسوف القمر، وده مش كلامي، ده كلام اورايمو نفسهم. غطا الكيس عليه نقشه لطيفه كده متغطيه بطبقه جلوسي بتلمع وطبعا بتبصم. حجم الكيس كبير جدا زي ما انت شايف، ولكنه مش تقيل. نفتح بقى الغطا ده علشان نشوف تحفة اورايمو الفنية. حلقة ليد حوالين الكيس بالكامل بتنور بمجرد ما تفتح الغطا، واللي الصراحة شكلها مبهر جدا وجاذب للانظار بشكل كبير. السماعة دي اي حد هيشوفها معاك لازم هيسألك عليها، ولازم هيقولك هات اشوفها او هات اجربها. المشكلة الوحيدة اللي واجهتني في التصميم او في الخامات بتاعت السماعة دي هي الغطا، اللي هتحس دايما انه مش ثابت في مكانه او ضعيف او شيء مش محكم كده. ده غير طبعا ان كل مرة هتيجي تفتح فيها الكيس ده مش هيتفتح معاك من اول مرة، لان تصميمه دائري وبيتفتح في اتجاه واحد بس. فالحاجه الوحيده اللي بتبين او بتوضح انك ماسك الكيس ده بشكل مظبوط هي كلمه اورايمو، واللي اكيد انت مش كل مره هتيجي تفتح فيها كيس السماعه هتقعد تقرا الكلمه وتشوفها معدوله ولا مقلوبه. حاولت الاقي حل للموضوع ده بصراحه، ولكني ما لقيتش. كل مره هتحاول تفتح فيها الكيس ده هتغلط على الاقل مره. السماعه بتيجي مقاومه للميه والتراب بمعياريه اي بي 5.4، ودي معياريه مقبوله جدا، فهتقدر تستخدم السماعه دي عادي في الجيم والعرق او حتى تحت المطره. تصميم السماعه نفسها شكله شيك وحلو والوان وحركات، بس في مشكله صغيره، وهي نفس المشكله اللي بتواجهني في معظم سماعات اورايمو اللي انا جربتها، انها بتبقى ضخمه جدا من الجزء ده. وعلشان كده السماعه مش بتكون مريحه قوي لو هتستخدم السماعه دي لمده طويله. اجمالا خامات وتصميم السماعه دي هم من نقط القوه اللي السماعه دي بتبيع بيهم، لان فعلا شكلها مبهر. لكن لو جيت سالتني انا عن رايي الشخصي، فانا شخص تقليدي وممل شويه، فمش بميل قوي للتصميمات المختلفه، خصوصا ان حجم الكيس هنا فعلا كبير ومش عملي اطلاقا. ندخل بقى في الكلام العملي ونتكلم عن اداء صوت السماعه دي، ومن هنا تبدا المشكله. السماعه دي مش رخيصه يا جماعه، السماعه دي سعرها تقريبا 1900 جنيه ويمكن اكتر. فهل ده اداء الصوت اللي انا هكون مستنيه وانا دافع الرقم ده؟ اكيد لا. صوت السماعه اولا مش عالي، يعني هتحس دايما انك عايز تزود الصوت اكتر، بس لما تيجي تمسك الموبايل وتحاول تعلي الصوت هتلاقي ان الصوت اوريدي عالي على الاخر. ومش دي المشكله الوحيده، كواليتي الصوت كمان هنا مش افضل حاجه اطلاقا، او على الاقل بالنسبه للسعر ده. واعذروني اني بذكر كلمه السعر كتير، ولكن هي دي مشكلتي الاساسيه. السماعه دي لو كانت سماعه اقتصاديه ب 600 جنيه او ب 700 جنيه كنت هقول والله اداء كويس ومقبول وحلو وكل الكلام ده، ولكن دي سماعه سعرها يقارب ال 2000 جنيه. يعني ممكن بكل بساطه اروح اجيب السماعه دي اللي هي السي ام اف بادز برو 2. هسيب لكم الريفيو التفصيلي بتاعها في الاي اللي فوق هنا، او هنا لو انت عامل اللغه بالعربي. السماعه دي من غير ضمان سعرها حوالي اغلى 300 او 400 جنيه من الاورايمو سبيس بادز، ولكن هتاخد تجربه مختلفه تماما في كل الاتجاهات: صوت، بيز، مكالمات، كواليتي، اي حاجه هي هتبقى هنا احسن وبكتير. واستنوا مقارنه تفصيليه هتنزل بين السماعتين دول قريب جدا، ففعل زرار التنبيهات عشان تشوف الحلقه دي اول ما تنزل. البيز مش في احسن احواله خالص، يمكن الحسنه الوحيده اللي في صوت السماعه دي هو توزيعته. الصوت متوزع حلو قوي الصراحه، وفي فرق واضح ما بين الطبقات وما بين بعضها. مش هتحس وانت بتسمع على السماعه دي ان كل حاجه سايحه في بعضها كده وان كل حاجه داخله في بعضها. كمان السماعه ده فوق الممتاز بكتير في مشاهده المحتوى الكلامي. الصوت بيكون واضح جدا، الصوت بيكون كلير جدا، ومش هتقابل فيه اي مشكله، سواء بتتفرج على فيديو، بتتفرج على يوتيوب، بتتفرج على بودكاست، على فيلم، على اي حاجه. السماعه في الجزئيه دي بالذات هتقدم لك تجربه مثاليه. ملخصا كده، هل ده الاداء اللي انا
انا هبقى مستنيه وانا بفتح السماعه دي لاول مره وبجربها؟ الصراحه لا، هحس باحباط شديد، بالتحديد لو انا مشتري السماعه دي مخصوص عشان عايز اسمع عليها اغاني وعايز بيز وعايز صوت عالي وعايز كل الكلام ده. خلينا دلوقتي نتكلم عن شويه حاجات كويسه في السماعه ونبعد شويه عن السلبيات، وده اللي هيودينا مباشره لابلكيشن اورايمو. نبدا على طول بالايكولايزر، وكالعاده في ابلكيشن اورايمو مفيش اي حاجه بتبقى مفيده في الايكولايزر ده غير الهيفي بيز اللي بيفخم في الصوت وبيضيع شويه من الديستورشن. غير كده باقي الحاجات ملهاش لازمه قوي بالنسبه لي. حاجه كمان لطيفه قوي 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 في السماعه دي هي الفويس برومبت، واللي بتقدر من خلاله تسجل كل الاصوات اللي بتطلع من السماعه ولكن بصوتك انت. يعني مثلا لما تبقى لابس السماعه وتربطها بالتليفون بتسمع الصوت اللي بيقول لك كونكتد، اهو انت بقى ممكن تخلي الكلمه دي تسمعها بس بصوتك انت. وكمان مش شرط تقول كونكتد، ممكن تقول اي حاجه تفهم انت من خلالها ان كده السماعه اتربطت بالتليفون. وتقدر تعمل ده مع كل مود السماعه بتدخل فيه، سواء بقى تشغل نويز كانسليشن او تقفله او تشغل الجيم مود او ايا كان. طبعا الميزه دي مش مفيده على قد ما هي ميزه ترفيهيه بتخليك تستمتع وانت بتستخدم السماعه دي. حاجه كمان برضو مش مفيده ولكنها لذيذه وهي اللايت افكت، اللي بيخليك تغير اللون والافكت اللي بيظهروا على كيس السماعه لما بتفتحها، فبتلاقي عندك اكتر من لون تختار ما بينهم، وكمان عندك 3 مودات لحركه اللون. وطبعا عشان تقدر تعدل الكلام ده براحتك لازم يكون السماعتين جوه الكيس والغطا مفتوح، واقعد بقى يا باشا العب براحتك لحد ما تلاقي لون على مزاجك. ده غير طبعا ان نفس اللون اللي انت اخترته ده السماعه هتنور بيه بمجرد ما توصلها على الشاحن. والصراحه هو بعيدا عن ان هي مفيده ان هي بتبين لك ان السماعه بتشحن ولا لا، فهي بتعمل جو رايق قوي وتقدر تعتبرها قطعه ديكور على المكتب بتاعك. المشكله هتقابلك فين بقى يا معلم؟ في غطا الكيس. غطا الكيس طول ما انت موصل السماعه دي على الشاحن مش هتعرف تفتحه. في الاول انا قلت اكيد المشكله من عندي لان انا بستخدم وصله شحن خاصه بيا مش الوصله ال 36 متر اللي اورايمو جايباها معاها في العلبه، فجبت الوصله بتاعتهم وجربتها والحمد لله غطا الكيس برضو مش بيفتح. انا بقى مش فاهم ومش عارف هل هم ما خدوش بالهم من مشكله زي دي ولا خدوا بالهم بس كانوا خلاص قفلوا بقى التصميم والموضوع مشي وقالوا يلا مش مشكله. هي حاجه تافهه انا فاهم ومش بيج ديل اطلاقا، بس هي حاجه عبيطه قوي الصراحه ان انا عشان استخدم السماعات وهي بتشحن لازم اشيل السماعه من على الشاحن، اخد السماعات بعد كده ارجع الكيس تاني يشحن. عندنا حاجه كمان مهمه قوي وهي طريقه التفاعل مع السماعه. السماعه بتتفاعل معاها عن طريق اللمسات، لمسه او لمستين او 3، وكعاده اورايمو عندك اختيارات محدده ما ينفعش وما تقدرش تغيرها. فانت عندك 3 مودات هتختار واحد فيهم هتلاقيه فعل لك اعدادات المود ده، وللاسف ما ينفعش تلعب فيها او تغيرها وتخليها حاجه على مزاجك. اللذيذ هنا بقى ان مش هي دي الطريقه الوحيده اللي بتقدر تتفاعل بيها مع السماعه. لو نزلت في الابلكيشن بتاع اورايمو تحت الاختيار بتاع ايربود تاتش كنترول ده هتلاقي خيار كمان اسمه وايد اريا تاب، وباختصار الخيار ده بيخليك تقدر تتحكم في السماعه بس من غير ما تلمس السماعه نفسها، ولكنه بيخليك تقدر تتحكم في السماعه لما تلمس منطقتين معينين في ودنك. في الاول ما كنتش متوقع ان هو هيشتغل بكفاءه الصراحه، بس لقيته بيشتغل بشكل حلو جدا ودقيق وكمان بيستجيب على طول. الحقيقه برضو انا مش فاهم ايه الاستفاده قوي من الميزه دي، ما اللي هيخليني ارفع ايدي لحد هنا عشان اخبط بعيد عن السماعه؟ طب ما اخبط على السماعه نفسها. بس لقيت الاجابه وانا بجرب، لان فكره انك تخبط على السماعه وهي في ودنك خصوصا ان سنسور السماعه هنا تقيل شويه بتحس ان انت هتخرم طبله ودنك بالسماعه، فهي مش اكتر ميزه عمليه في الدنيا ولكنها ميزه مفيده. مشكلتها بس ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع الكاستمايزيشن. الحاجه الوحيده اللي تقدر تعملها بالميزه دي هي انك تخبط خبطتين علشان توقف او تشغل اللي انت بتسمعه، بس كده يعني، ولا تعلي ولا توطي ولا تقدم ولا تجري ولا اي حاجه تاني. فعلى قد ما هي كانت ميزه مفيده جدا جدا وكان ممكن تبقى مفيده اكتر من كده كمان، على قد ما اورايمو بوظوا الموضوع ده. في طبعا جيم مود وشغال بكفاءه عاليه جدا، وكمان في مالتي لينك او ديوال ديفايس كونكتيفيتي تحديدا زي ما هم كاتبين عشان تقدر تربط السماعه باكتر من جهاز في نفس الوقت. النويز كانسليشن هنا شغال بصوره مقبوله جدا، مش اروع حاجه في الدنيا ولا احسن حاجه بالنسبه للسعر ده، ولكنه مقبول. يعني هتحس لما تشغله ان الاصوات اللي حواليك اتكتمت شويه. والله انا عايز الاصوات اللي في دماغي هي اللي تتكتم شويه مش الاصوات اللي حواليا. والترانسبيرنسي مود شغال بصوره كويس. في حاجه رايقه كمان قوي هنا تقدر تفعلها من خلال ابلكيشن السماعه وهي سمارت شات مود، ودي لما تكون مشغل حاجه وفي حد يبتدي يكلمك فانت ترد عليه، السماعه من تلقاء نفسها بتعمل بوز للي انت مشغله لمده 10 ثواني. حركه لذيذه الصراحه وبتعوض غياب الاير ديتكشن سنسور اللي المفروض بيحس لما تشيل السماعه من ودنك فيعمل بوز للمحتوى اللي انت بتتفرج عليه، ولما ترجعها تاني يبتدي يشتغل تاني. وانا مستغرب الصراحه هو ازاي وليه مش موجود في سماعه بالرقم ده. كده احنا خلصنا كل حاجه ممكن نقولها على ابلكيشن السماعه، وندخل دلوقتي على واحده من اهم النقط اللي انت لازم تبقى عارف عنها كل حاجه، وهو
اداء السماعه في المكالمات. السماعه بتيجي باربع مايكات، يعني مايكين على كل فرده، واللي هيقدموا لك اداء مستقر جدا ومش هتقابل معاه مشكله بسهوله. طيب يعني ايه مش هتقابل معاه مشكله بسهوله؟ يعني لازم تعرض السماعه دي لظروف قاسيه شويه عشان تبتدي تلاحظ مشكله في المكالمه. السماعه ده فوق الممتاز في الاماكن المغلقه او في الدوشه الخفيفه. التعليق الوحيد بس هو ان الصوت بيوصل للطرف الثاني مكتوم شويه. ادائها مستقر جدا في الشارع او في الدوشه المتوسطه، وحتى لو انت في مكان زحمه السماعه تكون قادره تعزل صوتك بشكل مقبول وتوصله للطرف الثاني. طيب ايه هي بقى الظروف القاسيه اللي انا اتكلمت عنها من شويه؟ من خلال تجربتي الصراحه كانوا حاجتين: الهواء الشديد والزحمه الشديده القريبه منك. الهواء الشديد يعني لما تكون راكب موتوسيكل مثلا وتبتدي تمشي بسرعه اكبر والهواء يزيد من حواليك، هنا هتقابل مشكله. او لما تكون في مكان زحمه والدوشه تكون قريبه منك وصوتها عالي قوي، هنا برضو هتقابل مشكله. واللي بالمناسبه هي مش حاجه واو ومش حاجه وحشه قوي بالنسبه لسعر السماعه دي. فاجمالا اداء السماعه دي في المكالمات بالنسبه لسعرها فهو اداء مرضي جدا. خلونا نتكلم دلوقتي عن اداء البطاريه. السماعه هتدي لك 11 ساعه من الاستخدام في الشحنه الواحده، وهتدي لك 40 ساعه بالكيس. على الرغم ان السماعه مليانه اوبشنز كتير وكهارب وانوار وحاجات كتير، الا ان اداء البطاريه الصراحه فاجئني من حلاوته. السماعه ولا مره وصلت معايا لمرحله ان هي خلاص هتفصل مني. دايما كنت انا اللي بزهق وببقى عايز اتفرج عليها وهي بتنور فاقوم موصلها على الشاحن. السماعه هتقعد معاك اسبوع مستريح جدا ويمكن اكتر من كده كمان. وطبعا ده بنسبه كبيره راجع لحجم البطاريه الكبير اللي موجود في الطبق الطاير ده كله. واخيرا السماعه دي بتتوفر بسعر 1900 جنيه تقريبا مع ضمان سنه. التعليق اللي اقدر اقوله على السماعه دي ان هي سماعه اوفر ريتد. سماعه بتبيع بشكلها وبالديزاين بتاعها اكتر ما بتبيع بامكانياتها وبصوتها. بمعنى اصح ان شكل السماعه دي احلى بكتير من صوتها. فلو انت عايز سماعه حرفيا مليانه اوبشنز في كل حته، شكلها روش قوي قوي، اروش من اي حاجه انت ممكن تكون جربتها، وبطاريتها خارقه، ادائها ثابت ومستقر في المكالمات، والاهم من ده كله ان ما يكونش فارق معاك قوي موضوع البيز العالي والصوت العالي قوي ده، او بمعنى اصح تكون مش هتسمع عليها اغاني. لو كل الحاجات اللي انا قلتها دي تنطبق عليك فانت تقدر تفكر في الاورايمو سبيس بادز، او تستنى الريفيوهات الجايه اللي هنتكلم فيها عن سماعات كتير قوي في كل الفئات. لو الحلقه دي عجبتك واستفدت منها باي شكل من الاشكال، ما تنساش تعمل لايك للحلقه، سبسكرايب للشانل، وسلام.